أنا بس جاي النهارده عشان أتكلم في 3 نقط صغيرين. بنحاول بس نوضح فيهم حاجات تزيل قلق قد يحدث مستقبلا أو احتقان قد يسعى إلى ازدياد. في حاجة الأول لازم نعترف بيها، إن في فرق كبير جدا بين الشعور اللي كان موجود جوه ميدان التحرير وبره ميدان التحرير. بمعنى ان المشاعر الجميله اللي ظهرت للناس جوه الميدان من تعاطف وتكامل، ومحدش بيبص على وجهه نظر اللي واقف جنبه الدينيه او العقائديه او الايديولوجيه، لأن اللحظة الفارقة اللي كنا فيها والقلق اللي كنا فيه طلع زي ما سمعت من شوية أحسن ما فينا. عشان يتنقل الشعور ده من جوه ميدان التحرير للناس كلها مش هيحصل ما بينهم وليه. هي دي النقطة اللي لازم نبقى عارفينها كويس جدا. أما بنيجي نتكلم ونقول إحنا كان شكلنا كذا وكذا وكذا وكذا، لازم مش من سمع مش زي اللي عايش. في ناس كتير كانت رايحه عشان تبص. انا شخصيا انا كنت رايح عشان ابص وارجع برجع تاني، ما قدرتش. وزي ناس كتير جدا، يمكن انا رحت 10 4 5 ايام. في زملاء لينا بس للاسف الشديد النهارده هم مش موجودين، كانوا موجودين من يوم 26 27 28 جنبه دينه ايه او وجهته ايه. عشان الشعور ده يطلع من ميدان التحرير لكل مصر هيحتاج شوية صبر وشوية وقت. مشكلتنا كلنا إن إحنا قلقانين ومش بإيدينا. في أسباب القلق ده، ولأننا ما عشناش موقف زي ده من زمان. يعني أنا جيلي عمري ما شايف حاجة كده فجأة بص تلاقي الدنيا كلها بتتغير في 24 ساعة وفي شوية فوضى فبنقلق. بس أنا عايز بس أقول للناس هذا الشعور عام، واللي في ناس أنا مش عايز يعني في ناس كان من مصر جهاز مباحث أمن الدولة اتفك امبارح. الناس اللي خرجت دي دعوات جايه من الداخليه ده انتوا رجعوهم، حاولوا تخلوهم قريبين منكم عشان ممكن يتقلبوا لميليشيات ويحاولوا يوقعوا ما بين الناس وبين بعضها. دي مش اقوال، دي حقائق. لان انا واحد من الناس مثلا كنت براهن طول الوقت على ان الاغلبيه الفاهمه المعتدله هتقدر توجه الباقي، والنخبه هتعرف توصل كلمتها للطبقة العادية من الشعب. لكن لازم نبقى عارفين كويس جدا ان كل يوم هيكون في بدل الاسفين ودلوقتي واحد فجأة سلطة قوية جدا وفجأة بقى في الشارع والناس بتبص له بعد ما كان بصة هيبة بتبص له بصة ايه اللي انتوا هبلتوه ده في البلد. فإذا كان منهم ناس شرفاء هتقعد في بيتها، لكن إذا كان في ناس واخداها مسألة كرامة وكرامة بالغرور والتعالي فالله وحده يعلم هم هيعملوا ايه. امبارح كنا في نقاش والأستاذة صاحب كانت موجودة معانا ومعظم مجموعة وانا معانا. كنا في نقاش حول المخاوف والشكوك اللي ظهرت بعد الأحداث اللي حصلت أول امبارح وأول امبارح. أنا نفسي واحد كنت براهن على إن الاتجاهات حتى الإسلامية اللي موجودة سواء منهم من ارتضى أن يلعب لعبة السياسة زي الإخوان أو من لم يكن يرتضي زي السلفيين اللي كانوا معترضين على إن هم يخشوا اللعبة، إن هم مش هيؤدوا لإيذاء العملية السياسية. وحتى هذه اللحظة الإخوان عارفين كويس جدا إن هم لو قلبوا هيتقلب عليهم وهو عايز يمشي في اللعبة السياسية زي الناس كلها، وهذا حق. اللي امبارح رعبني إن أنا لقيت في ناس بتتكلم كتير جدا
وتقول في احتقان. بالنسبه لي احتقان. انا شخصيا ما كانش ليا علاقه، انا عارف الافكار بتاعتهم كويس جدا، بس ما كانش ليا علاقه بيهم. انا النهارده من الصبح لغايه دلوقتي بحاول اقابل ناس منهم عشان افهم. اول امبارح عمرو اديب جاب فيلم ما لهمش اي علاقه بالسلفيين، دول كانوا بتوع الجناح العسكري في تنظيم الجهاد والجماعه الاسلاميه ولسه فاكرين. اما طلعوا وتصدروا المشهد كل الناس اعتقدت ان هذه الجموع السلفيه اللي بتتواجد في بعض القرى والمحافظات في الشمال او الجنوب دول من يمثلوها، وحصل رعب فكري عام. الكلام ده مش مظبوط، وانا اتاكدت منه النهارده ان فعلا هم بيحاولوا طول الوقت، حتى السلفيين يقولوا يا جماعه والله ما لينا دعوه بالموضوع. مادة الاثنين اللي كان اطلق حواليها الحوار الفتره اللي فاتت، وجزء من المسيحيين كان بيقول تعدل، وفي ناس مسلمين ما حدش يقرب لها خالص. وبعدين فوجئنا ان ناجح بيقول امبارح، بيقول لا انتوا تشيلوها وتجيبوا لنا حاجه ثانيه من اول وجديد، بس اللي هو بيتكلم بالنيابه عن نفسه. انا دخلت على النت وجبت معايا اخر بيان، واحنا كلامنا موجود في موقعنا لمن يخاف ان هتحصل فيه مشكله. كلام احنا ممكن تقرا حضرتك اهو. بيتكلموا عن التعديلات وبيقول للناس روحوا انتخبوا وقولوا للتعديلات الدستوريه، وقايلين تحت بالنص ونرى الموافقه عليها مع تحفظنا على اي احتمال لتغيير الماده الثانيه في المستقبل. يعني هو بيتحفظ على التغيير، ما كانش طالب ان هي تتقلب زي ما اتقال امبارح. مظبوط يا فندم؟ مظبوط؟ من قبل الجمعيه التاسيسيه التي ستنتخب. واما بالنسبه الى باقي او رجائي زي ما احنا كلنا زمان قلقانين، واحنا قلقانين نحاول نتحلى بالصبر، لان والله حتى هذه اللحظه اللي احنا دفعناه اذا كنا احنا شايفينه كتير بالمقارنات التاريخيه، احنا ربنا بيحبنا. لو كان ربنا كرمنا بواحد زي الغزالي كان بقى حالنا ايه؟ فنان تاني. فاضطرابات ده 6 شهور مش لاقيين ناكل، وكان السبب اللي قعدنا خلي ما دام السبب داخلي وعشان خاطر مستقبل قدام هنتعب شويه، وما نحس ان في حاجه مش مظبوطه بتدبر لازم نعرف ان في مفيش لسه قاعده كتير، لان نجاحنا كلنا ان احنا نعبر المرحله دي هيبقى بالنسبه لهم النهايه. وما واحد يبقى عارف ان في عليه حكم اعدام بيبقى ردود فعله عنيفه. معلش كتير في سلم المستقبل. شكرا. دلوقتي لينا هيبقى مع المسيحي بين المشاركه والانعزال. قبل ما او بدايه الحوار بتاعه هيتوزع علينا ورق، ولو قدرنا نجيب اقلام كل واحد موجود اقلام نجيب ورق واقلام. هيكون معانا ورق واقلام، اي واحد هيخطر على باله سؤال سواء في الكلام اللي كان حاضرنا او في الكلام على لسان الاستاذ ديفيد او على لسان الدكتور عماد في نظام الحكم في مصر، هيكتبوا في الورقه. بس خلي ورقه معاك علشان لو في سؤالين خلي السؤالين، وهنجمع الاسئله. يكون لنا فتره ندوه مع المجموعه اللي معانا ومع الاستاذ ديفيد والدكتور عماد، هنطرح اسئلتنا ونتناقش فيها لمده نص ساعه بعد ما نسمع الفقرتين. الاستاذ ديفيد موضوع وعشان كده كان مهم جدا ان احنا ندعي اخواتنا انهم يجوا يشاركونا بخبرتهم عشان يقربونا شويه للحدث لما دائره من المخاوف، او زي ما عملوا على الفيسبوك مجموعه جديده اسمها مجموعه ائتلاف حزب الكنبه. حد سمع عنه؟ دي المجموعه اللي قاعده على الكنبه اليوم كله تسمع كل القنوات وبعد كده تحلل اللي بتسمعه بالموبايلات، واسمهم ائتلاف حزب الكنبه اللي افتكر معظمنا منه. لكن الوقت ده هو وقت المشاركه مش وقت الفرجه. مصريين اولا ومسيحيين ثانيا، ويبنا وهمشنا بسياسه نظام بائد
وبإرادتنا الشخصية وقت طويل. والوقت ده هو وقت اللي احنا نتحرك فيه، مش بس نتفرج ومش بس نتكلم مع بعض، لكن يبقى لنا مواقف حقيقية تعبر عن انتمائنا كجزء أساسي من هذا البلد. محتاجين اللي احنا ناخد بالنا منها، ومحتاجين ان يبقى عندنا الوعي الكافي للمعوقات دي اللي بتعيق مشاركتنا كجزء اساسي من نسيج المجتمع. اول حاجه قديمه قوي ولعبه قديمه قوي، افتكر ان اي حد عنده جزء معقول من الوعي قادر يشوفه. والصراحه جانب كبير جدا من هذا التهميش وعلينا احنا كمسيحيين. انطلقنا ودخلنا داخل دايره الكنيسه وبقيت اعتراضاتنا واعتصاماتنا داخل الكاتدرائيه او داخل الكنيسه. خلينا هنا نرجع داخل حديث في التحرير. الدنيا المنطقه اللي تحت دي كانت اتكسرت من